بسم الله الرحمن الرحيم. اللي بيحصل في قناة الزمالك ده عبث، تحريض، تحريض للفتنة. القناة دي لازم تتلغي. القناة دي ما مش بتعتمد على محتوى رياضي خالص، ولا تطور الكورة ولا انتقاد الكورة مثلا، ولا مدربين ولا لعيبة ولا أي حاجة. لا، القناة دي بتعتمد مثلا على قلة الأدب والشتيمة وفضايح مصر. مش فضيحة الزمالك بس، دي بتفضح مصر. يعني جمال عبد الحميد ده يعني طالع بيحرض الدنيا على بعض، الاسكندرانية على الأهلاوية، يقول لك انت ما عندكمش كرامة، وازاي تاخدوا البطولة من نادي الأهلي، وفين الاسكندرانية، وفين مش عارف ايه. هما بيعملوا كده عشان خاطر صفقة مروان عطية، ويلي 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 ويلي. بيعمل تحريض 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 تحريض. يعني واحد بيحرض والتاني بيعمال يشتم، سيديهات وأمك ومخدرات وتحاليل وروح وبت. يعني الدنيا كلها على ملل، على ملل ومسمع الجميع اللي احنا فيه. يعني ده حال الكرة المصرية بقت، ده بقت حال الكرة المصرية. في الآخر بيطلع واحد مثلا مسؤول في نادي في نادي كبير، اللي هو المقاولين، يقولك احنا عايزين نشفر الدوري المصري. هو ليه حق يتشفر الدوري المصري؟ انت ما كدبتش. انت ما كدبتش لما قلت الدوري المصري يتشفر. الدوري المصري ده مش لازم يتشفر، بس الدوري المصري ده لازم يتلغي اساسا. انا قسما بالله، انا لو رئيس الاتحاد الدولي لا الغي الدوري المصري ده اساسا من التاريخ خالص. تحكيم سيء، ملاعب سيئة، حتى المحللين سيئين، والنقاد سيئين، ورؤساء النوادي بتشتم في بعض، ولاعيبة بتعاير بعض. الدنيا مش تمام خالص خالص.